السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فاليوم غادي نقترح عليكم فقاص كيجي صراحه زوين زوين بزاف، ما تشبعوش منه، كيجي مرمل. كيجي بالنسبه للتهراس ما كيتهرش نهائيا، فقط تتبعوا غير المقادير والمراحل اللي غادي نعطيكم وغادي ينجح معكم. فاول حاجه غادي نبداو بالمقادير على بركه الله. اول حاجه كنحتاج عندي 5 ديال البيضات. فانتم الا بغيتو تعبروا بزلافه كتعبروا بزلافه نفس القياس، بغيتو تعبروا كما غادي نعطيكم، المهم نتوما لكم الاختيار. فبالنسبه للبيض عندي 5 د البيضات كما كتشوفوا، عندي زلافه ديال البيض ما عمراش بزاف. عندي زلافه كذلك نفس القياس ديال البيض، كناخذوا ديال الزيت نباتيه، وحتى السكر حتى هو بنفس القياس، ولكن انا ناقصه شويه من الحلاوه. فما عمرتش الزلافه، درت غير نص ديال الزلافه. عندي واحد 3 معالق ديال السنجلان، وعندي واحد 2 معالق ديال النافع، ممكن تطحنوهم وممكن تخليوهم هكاك. وعندي 2 خمارات وواحد ساشيه ديال زهره البرتقال. وعندي كذلك الدقيق. بالنسبه للدقيق فكنعبر 4 ديال الزلايف، اما غادي ياخذ لي هذا الفقاص 4 زلايف او لا 5 ديال الزلايف، بنفس الزلافه اللي عبرت بها الزيت والسكر والبيض. وعندي كذلك واحد شويه ديال اللوز فقط كنمسحو، ما كنرطبو ما حتى شي حاجه، غير كنمسحوه وكنستعملوه نيشان. فكناخذ هنا البيض والسكر سنيده وديك زهره البرتقال، كنديرهم في واحد القصريه وكنخلطهم مزيان بالفرشيطه اولا بالطراب، اولا ممكن ديروا هذا الخليط في الخلاط الكهربائي. مهم لكم الاختيار، ديروه تستخدموه كيف ما بغيتوا. فإلا خدمتوها بالفرشيطه فحاولوا انكم تخدموهم مزيان مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم، يعني ما كيبقاش داك البيض معزول وديك السكر كيبقى حبيبات. فحاولوا تخدموهم مزيان. كان عندكم كيفاش ديروهم في الخلاط وخدموا الكل في الخلاط الكهربائي، وكتجيكم سهله، وتعاودوا تكبوا الخليط في القصريه وكتكملوا بالمقادير الاخرى. فكما كتشوفوا كنحصل على هذا القوام هذا من بعد ما خدمته مزيان. فكيجينا هذا القوام هذا، يعني ما كيبقاش هذاك الخليط ديال الزيت بوحدو وديال السكر كيبقى حبيبات فكيذوبوا. صافي هنا كناخذ السنجلان كنوضعو في الخليط، وكنزيد كذلك النافع. بالنسبه للنافع كما قلت لكم ممكن طحنوه وممكن تخليوه هكا حبات صاينين. هنا خديت حتى اللوز حتى هو ضفتو على الخليط. فبالنسبه للوز ما محمر ما حتى حاجه، يعني ما مرطب ما محمر ما والو، كنمسحوه فقط من ديك الخبره وكنزيدوه على الخليط. فغادي يعني الفقاس بالنسبه لهذا اللوز اللي درنا، كاين اللي كيبغي يرطبو تيقول لك باش يتفادى ان الفقاس يتهرس، فهو ما عنده حتى شي علاقه. اللوز انا ديما تنديرو هكا، ما عمرني رطبتو واحد النوبه، ولا كنت لحسها في واحد في الاول ديال القناه ديالي، ولكن من بعد انا ما عمرني رطبتو، يعني ديما كنديرو هكا صايني، ما كنرطبو ما حتى شي حاجه، وكينجح ليا الفقاس. صافي هنا من بعد ما خلطت العناصر كلهم مع هذاك الخليط، فغادي ناخذ الدقيق، غادي نبقى نضيف، واخا عبرت 4 ديال الزيت فغادي نبقى نضيف شويه بشويه. ممكن تدخلوا اكثر من 4 ديال الزليف، ممكن تدخلوا اقل، وممكن تدخلوا ديك 4 ديال الزليف. فانتوما كتعبروا 4 ديال الزليف وكتبقاو تضيفوا في الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق يكون خاص بالحلويات باش ينجح لكم هذا الفقاس، فضروري الدقيق يكون نوع جيد. فهنا كما كتشوفوا دخلت واحد الكميه في الاول ديال الدقيق في الخليط، من بعد ما خلطتها دخلت ضفت كميه اخرى ديال الدقيق، وكنضيف هنا جوج خمارات ديال 8 غرام، اي في المجموع 16 غرام. صافي وكنبقى نخدم الخليط ديالي شويه بشويه وانا كندخل في داك الدقيق. بالنسبه للفقاس البنات فما كيحتاجش الدلك نهائيا، يعني حاولوا تفادوا انكم تدلكوا العجينه ديال الفقاس، فقط كتحاولوا هذاك الدقيق تدخلوه في الخليط، يعني صافي ما تحاولوا انكم ما تدلكوش، يعني كما كنديروا الخدمه ديال الصابلي، فقط كندخلوا داك الدقيق تبقاو تهزوا من التحت وردوا الفوق حتى كيدخل لينا داك الدقيق كامل في الخليط. صافي غادي نستمر بهكا حتى كنحصل على عجينه اللي كتكون متماسكه، ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا التحضير ديال الفقاس.
فهنا البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما تجمعات ديال العجين كنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا، فما كتكثرولهاش دقيق بزاف، يعني كتجي عجينه اللي كتكون متماسكه ما كتلصقش وما كتكونش قاصحه بزاف. وبالنسبه للدقيقه البنات فانا عبرت كما قلت لكم في الاول، عبرت 4 ديال الزليف بنفس الزلافه اللي عبرت بها العناصر الاخرى، هي باش عبرت الدقيق. فبقى لي منها هاد شويه تقريبا واحد 50 غرام او 60 غرام ديال الدقيق، فما دخلت ليش دوك 4 الزليف كاملين. فكما قلت لكم يعني الدقيق كيختلف، نتوما كتعبروا 4 ديال الزليف وكتبقاو كتدخلوا شويه بشويه، ممكن تدخلوا اكثر وممكن تدخلوا اقل. فقط الحاجه اللي كنأكد عليها هي انكم ما تدلكوش الفقاس وما تكثروش الدقيق بزاف. صافي من بعد كنقسم العجين ديالي على 4. فانا بالنسبه لهذا القياس هذا قسمته على 4، نتوما لكم الاختيار، بغيتو تصغروهم كتصغروهم. هاد العصيات الا بغيتو زعما الفقاس ديالكم يجي صغير شويه فكتقسموا على اكثر من 4 ديال الحصص. فانا صراحه جاني هو هذاك، يعني كيجي المتوسط، ما كيجي كبير ما كيجي صغير. فقسمت لهاد الكميه اللي عندي قسمتها على 4 وكنشكل بها عصيات على هذا الشكل هذا. ما كنرققهمش بزاف، كنخليهم في هذا السمك كما كتشوفوا، ندلكم يعني كنديروهم على شكل عصيات وكنحطوهم في اللاطه اللي كتكون ملبسه بالورق ديال الطبخ. فانا البنات من بعد ما كملت الكميه اللي عندي فكنوضعها في اللاطه اللي كتكون ملبسه بالورق ديال الطبخ كما قلت لكم، وكنبقاو نقادوهم على هذا الشكل هذا. يعني من بعد ما كنحطوهم في اللاطه عاد كنبقاو نقادو الشكل ديالهم باش ما منين يطيبوا ما يخرجوش لينا يعني مديفورمين. صافي وكنغطيوهم. هنا الا كان عندكم الوقت غطيوهم وخليوهم واحد نص ساعه او لا ساعه كيرتاحوا. غطيوهم بلاستيكه بالسلوفان وكتغطيوهم بزويف وكتخليوهم على جنب واحد نص ساعه من 30 دقيقه حتى لساعه كيرتاحوا. من بعد ما كيرتاحوا كناخذ هنا صفر بيضه وكنضيف عليه واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكندهن الوجه ديال الفقاس ديالنا كندهنو مزيان. بالنسبه للفران البنات فما يعني ما كنسخنوش الفران من قبل حتى كنوجدوا الفقاس ديالنا، يعني كيكون واجد تماما باش غادي يدخل الفران. داك الساعه كنشعلوا الفران وكنقصوا ليه العافيه، كنديروها مهيله وكنخليو الفقاس ديالنا كيطيب نص طيبه، يعني ما كنطيبوهش طيبه كامله، فقط كنطيبوه نص طيبه وكنخرجوه من بعد باش نكملوا يعني كنقطعوه وكنعاودوا نردوه يتحمر. فهنا كما كتشوفوا كندهن الوجه ديال الفقاس، ومن بعد غادي ناخذ واحد الفرشيطه وكندير خطوط، سواء ديروهم بالطول او لا مائلين او لا كتمشيو يعني هكا موجين، فلكم اختيار. مهم في التزيين راكم كتبدعوا، كل كيبدع باش بغى. فانا البنات من بعد ما خرجت الفران عفوا خرجت الفقاس من الفران، فكان مباشره كناخذ واحد الزويف كنفزكو كنبللو بالماء البارد وكنغطي به الفقاس ديالنا وكنخليه واحد المده ديال ساعتين. او لا ممكن تستعملوا السلوفان، كتغطيوه بالسلوفان وكتخليوه حتى كيبرد تماما وكدوزو باش تقطعوه. بهذه الطريقه راه ما كيتهرسش لكم الفقاس نهائيا. كونوا على يقين. المهم استعملوها جربوها وانتم غادي تشوفوا. صافي هنا كنبدا نقطع الفقاس، فانا ما تيعجبنيش رقيق بزاف، انا كنبغي غليظ واحد شويه، يعني على هذا السمك كما واضح في عندكم في الصوره. فانتم كتقطعوه يا اما رقيق يا اما متوسط يا اما المهم نتوما كيف ما بغيتو كتقطعوا. وبالنسبه للفقاس ممكن تقطعوه مايل ممكن تقطعوه نيشان، فانا درت واحد شويه بين وبين، يعني ما هو مايل ما هو غادي نيشان. صافي كنبقى نقطع الفقاس على هذا الشكل وكنستفهم في اللاطه وكنردهم للفران، كنشعل عليهم غير من الفوق وكنخليه كنبقى مراقباه كيتحمر. من بعد ما كيتحمر كنعاود نقلب الفقاس ديالي للجهه الاخرى وكنخليه حتى كيتحمر وكنخرجوهم كنكملوا الكميه اللي عندنا كنقدموهم. كيجي صراحه زوين بزاف، كيجي مرمل
وكيجي في المذاق هائل، ما تشبعوش منه. كما كتشوفوا انا قطعت هنا واحد العصيه، فقطعت الاول وما تصورش ليا. من بعد هنا كنقطع الثانيه. كما كتشوفوا الفقاس كيفاش كيجي، فصراحه كيجي زوين بزاف. انا غادي تقولوا لي راكم عرضتيه بزاف، ولكن راه تيعجبني عريض صراحه، كيجي زوين في المذاق وفي المنظر، انا كيعجبني هكا. شفتوا اللوز كيفاش جا حتى هو، يعني جا واخا يعني ما درتوش في كما كيديروا، كاين اللي كيديروا في ماء الزهر، كاين اللي كيديروا في الماء، يعني كيكون مرطب. فانا ما رطبتوش نهائيا، ومع ذلك كيتهرس، ولكن كتاخذوا الموس يكون ماضي شويه باش كيتقطع لكم مزيان وما كيتهرش. فكما كتشوفوا البنات، خليت لكم واحد المقطع باش تشوفوا التقطاع ديال الفقاس. فقطعت واحد العصيه اخرى وخليت لكم باش تشوفوا، لان الفقاس ما كيتهرسش نهائيا. وهنا من بعد ما استفتو في اللاطه دخلته حتى تحمر، خرجته، ولكن ردوا البال مع الفران لانه دغيا كيغفلوا ويحرقهم. ماشي تحرق ليا، وانما تحمر بالزايد هكا صافي. المهم غير شي حبه قلال، ماشي شي حاجه. كيجي صراحه زوين على هذا الشكل. قسمت معكم وحده صراحه كيجي مرمل وفتي، صراحه كيجي زوين زوين، لا في المذاق ولا في الشكل. فكنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وغادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.